من ابسط الحلا اللي ممكن تعمليه في الشتاء والجو اللي احنا فيه ده. عايزه اقولك مقاديرها مظبوطه جدا بالسنتي، هتعمليها بكميه كبيره وبحجم ما شاء الله زي ما انتي شايفه كده، حجم عائلي ومقادير مظبوطه. تعالي ندخل على الفيديو، بس قبل ما نبتدي الفيديو كده تصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. متنسيش تحطي اللايك. هنبتدي بالمكونات الجافه، وهي 3 كوبايات ونص من الدقيق. بنفس الكوبايه هتعايري كل المقادير. لو حابه طبعا ان انتي تستخدمي كيك شيف مفيش فيها اي مشكله، بس ده اللي كان متواجد عندي. هتنزلي باكيتين من البيكنج باودر، لو كيك شيف بيبقى باكيت واحد، ورشة من الملح. هي دي مكونات الجافة كلها. هتركنيها كده على جنب، وتعالي بقى هنعملها في الخلاط بمنتهى السهولة. عندي هنا 5 حبات من البيض، طبعا عشان حجم البيض صغير فانا استخدمت 5. هي يفضل طبعا يبقى حجم البيض يكون كبير، هتستخدمي 4 بس. نزلت عليها بباكيتين من الفانيليا، وكمان يعني معلقة كده تكون كبيرة من الخل، وده بيعتبر مكون سحري للهياشان بتاع اي كيك او معجنات ممكن تعمليها، محسن طبيعي يعني. هتبتدي بقى تشغلي الخلاط على المكونات اللي احنا قلناها، وهتنزلي عليهم كمان بكوبايتين من السكر، زي ما انا قلتلك بنفس الكوباية تعايري بيها كل المقادير. هتشغلي الخلاط على اعلى درجة تشغيل لحد ما ياخد القوام الشكل اللي انتي شايفاه واللون الفاتح ده. اول ما تلاقي اللون اتغير كده وما شاء الله ابتدت تعمل ريمة، والبيض ابتدى يتضرب كويس مع السكر، هتنزلي عليها بكوباية من السمنة على الزيت. في الفيديو ده بصراحة جربت الزبدة مع الزيت وكانوا ما شاء الله ممتازين. ضربتهم كويس، وبعد كده نزلت عليها بكوباية واحدة كده من القطع بتاع اللبن او شرش اللبن المقطع. اخدت بس المية بتاعته وما نزلتش بالقطعة خالص، ودي بتديه هيشان كده وطراوة حلوة جدا لأي كيك بتستخدميه. كمان نزلت بعلبة زبادي الوزن الطبيعي اللي هو الصغير مش الحجم الكبير. ضربتهم كويس في الخلاط لحد ما يبقى اللون والقوام اللي انتوا شايفينه ده. تاخديه بقى بعد ما اتضرب كويس جدا وتغير اللون بتاعه والقوام، تنزلي على طول بيه على المواد الجافة، وتبتدي بالتقليب كده بأي مضرب سيليكون عندك او مضرب حتى يدوي بأي نوع من انواعه. هي عجينة بسيطة ومش بتبقى تقيلة ابدا ابدا وانتي بتلفيها بايديكي. جبت الصينية بتاعتي، ودي يفضل ان هي تبقى مدهونة برشة من الزيت ومعلقة كده كبيرة من الدقيق، وتلفيها كده في بعضها لحد ما المكونين يختلطوا ببعض، وكمان تبقى كلها مدهونة نفس المادة عشان توحد اللون من تحت زي ما هتشوفي دلوقتي، وفي نفس الوقت ما تلزقش منك في الصينية. الكيكة بتطلع بمنتهى السهولة، يدوب بس بتسلكي كده الأحرف وبتطلع معاكي بمنتهى السهولة بعد ما تاخد قلتلك نسبة الزيت على الدقيق، وتعمليهم تخلطيهم ببعض زي ما انت شايفة كده، واخده لون موحد. طبعا من اول ما ابتديت في الكيكة وانا مشغلة الفرن لازم تسخن كويس قوي قوي، وبعدين تدخلي الكيك بتاعك تشغليه عليه من تحت اول نص ساعة، وبعد كده ال10 دقايق اللي متبقيين بتشغلي فوق وتحت مع بعض عشان تاخد اللون ده. اللهم بارك، طالعة هشة جدا وحاجة كده ما شاء الله. اخدت بالظبط 40 دقيقة في الفرن وطلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ما شاء الله. تضغطي عليها كده اسفنجية حاجة كده اللهم بارك، مفرغة من جوه، وطعمها بقى مش قادرة اقولكوا، ولا كمان الريحة حاجة كده اللهم بارك. جربيها بطريقتي، عايزة اقولك طريقة مضمونة جدا، وكله في الخلاط، مكونات كده يعني مش خزعبلية ولا حاجة بسيطة هتطلع لك احلى حلا، ينفع لجوع اخر الليل وينفع لفطار الصبح. لحد هنا الفيديو خلص. السلام عليكم.